الله سبحانه وتعالى في كل شيء في حياتنا. المؤمن سبحان الله الذي يختلف عن كثير لنقل من الأديان أو أشياء أخرى، أن المؤمن كله خير، يعني كل عمله، يعني طالما أنه له نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت نيته هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذلك أي عمل نعمله، سواء كان أنت في العمل أو ربة البيت في بيتها، كل ما يعمل يعني يعمله الإنسان في حياته هو عبادة، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا كان عندنا هذا المبدأ لا يمكن نضيع وقت من المواسم ولا حتى ساعة من حياتنا، لأنه اغتنام الحياة قبل الموت. هذه الحياة اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة للعمل فيها، وقال فيها الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل هذه الأشياء عندما ندمجها نجد أنه لا يمكن واحد مؤمن يضيع أوقاته في أشياء لا تنفعه ليوم القيامة، لأنه واحد يعني مؤمن فطن كيس، يعني يعرف ما يريد، يعني يعرف، يعني عنده هدف في الحياة، عنده رؤية للأشياء، فيعرف كيف يستغلها. يعني لا يمكن يضيعها، فالناس تقول لك أنا بضيع وقت. هو يعني عن جد إنسان لما يقول بضيع وقت، أي وقت؟ يعني عمرك حياتك تضيعه في ما ينفع، وإنه مش عارف يضيعه فين، يعني بيتسلى بأي شيء. لا أبدا، المؤمن ما في عنده شيء وقت يضيع إلا أنه يستغله في كل الأوقات. وهذه المواسم نستغلها، سواء أنت كنت في عمل، وأنت رايح في السيارة، وأنت يعني الحمد لله الذكر الله سبحانه وتعالى جعله من داخل قلبنا، من جواتنا. يعني أنت مع في العمل، حتى وأنت تتكلم مع الناس، لما تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى لا إله إلا الله ما يعني ما يحتاج حتى تستعمل شفتيك. الإنسان يقدر يتعامل بالذكر، وطالما الله سبحانه وتعالى في وجدانه دائما، فيستغلها بأحسن ما يكون. ونحن يعني ندرج كل أعمالنا إلى أنه هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، فبالتالي ما نخسر شيء. لكن إذا غابت النية، غابت الرؤية، غاب الهدف، وغاب الإنسان يعني منهجه، إيش هو منهجه في الحياة؟ لأنه منهجه لازم يكون منهج يندرج تحت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لن يجد هذا الإحساس، هذا الشعور، وهذا الاهتمام بحياته بوقته. فبالتالي اغتنم حياتك قبل مماتك، يندرج في هذه الحالة. وبالتالي أي موسم يأتي، سواء كان من جمعة إلى جمعة، ومن رمضان إلى رمضان، ومن عرفة إلى عرفة، كل هذه المواسم الطيبة. وحتى في أيامنا عندنا أوقات أيضا يجب أن نستقلها: أذكار الصباح، أذكار المساء، قراءة القرآن والذكر والعمل الصالح والإنفاق في سبيل الله، كما أنتم تفعلون في الإيثار وفي الأمانة وفي غيره من الجماعات التي تجمع يعني ما عند الناس من الأموال، حتى نساعد فيها إخواننا المحتاجين في كل مكان. هذا كله يندرج تحت الإنسان كيف يستغل أوقاته في الأعمال الطيبة، الكلام الطيب، الوجه البشوش، تبشير الناس بالخير، وتعليم الناس بالإسلام، وتبشيرهم خاصة إنه الإسلام رحب، إنه الإسلام طيب، وإنه الإسلام يعني فيه كل ما يحتاجه الإنسان، ما يحتاج حتى لقوانين أخرى. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في هذه الأيام المباركة عندما نزلت هذه الآية في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه هي شعائرنا التي تخبرنا أن احنا ما نحتاج أحد، ما نحتاج شيء، ما نحتاج من القوانين. اللهم نحن نفهم ديننا ونستعمله بطريقة منهجية وبطريقة فطنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا في النهاية، مهما عملنا ما ننسى أيضا أن الله سبحانه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أن يتغمدنا الله برحمته، لأنه ليس بأعمالنا ندخل الجنة، وليس بأعمالنا نرضي الله سبحانه وتعالى، لكن في الأول وفي الآخر برحمته. حتى لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فبالتالي نحن في هذا اليوم وفي هذه الساعة نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتنزع علينا من رحماته ونفحاته وكرمه وجوده، إنه نعم المولى ونعم النصير. جزاك الله خير، مقدمة ممتازة خالص. طيب
أستاذة سعاد، طبعا في الجو العائلي الآن يمكن في بلدنا في إريتريا أو في الدول الإسلامية بصفة عامة في الشرق الأوسط، ربما الجو العام يساعدك إنه دائما يذكرك بالصلاة، بالحشمة، بالحياء. حتى لو واحد حيعمل غلط يستخبى الشباب، يعني في أيام القرآن الشباب، يعني الجو المحيط يساعدك، في أعمامك، في خلانك، في كبار السن في الحي، وهكذا المساجد، المراكز، المناشط كلها تساعدك. نحن في أوروبا الآن مثل هذه المناسبات كيف ممكن نستغلها عشان نعطي جرعة لأولادنا؟ سبحان الله. هو حقيقة كما قلت، يعني أنه الناس الذين يعيشون في هذه البلاد، في بلادنا وفي كل بلاد المسلمين، يعني لهم يعني مميزات والله هم ما يستشعروا فيها حتى. يعني أذكر أنا السنة الماضية لما رحت عمرة، الله سبحانه وتعالى أكرمني، ونسأل الله أن يكرمنا أعوام مديدة، اللهم آمين. كان شيء ملحوظة اللي لاحظت لها وقلت لها لأختي في الله وصديقتي كانت معايا، نزلنا من السيارة في أي مكان تجد مسجد تصلي فيه. يعني من ضمن الميزات اللي موجودة يعني السهلة إنه ما يفوتك الصلاة، وإنه تستحضر هذه الأشياء. لكن الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى في أوروبا أيضا ليس كما كان من قبل 30 سنة، قبل 35 سنة أنا لما كنت جديدة ما كان في شيء يذكرك أصلا بالله إلا إن أنت تروح للجامع اللي موجود، حتى سواء كان في رمضان أو سواء كان في الحج أو في العيد، يعني حتى يوم العيد ما تشعر فيه إلا إذا صليت صلاة العيد. فنحن في الزمن هذا مع التكنولوجيا، مع الإنترنت، أصبحنا نتواصل بطريقة فظيعة جدا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني ما يشعر إنه المسلمين في بلاد أخرى بس فقط ما يشعرون بهذه الأجواء. نحن أيضا نشعر بهذه الأجواء إذا نحن أحببنا أن نشعر بهذه الأجواء. يعني يتطلب منا نحن الذين في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان يعني جهد أكثر، يعني من أجل أن نشعر أولادنا وأبنائنا في البيوت مثلا. يعني أنا أذكر لما كانوا أبنائي صغار يعني كنت حريصة جدا أنهم يشعروا، لأنه في سنة كريسماس يعني في ديسمبر يحتفلوا بالسنة الجديدة والكريسماس، وهم طبعا عايشين في هذا المجتمع. لا يمكن نقول أنهم لا يتأثروا أو أنهم لا يرون، أنهم لا يسمعون، مستحيل. كل إنسان يؤثر ويؤثر يعني. فبالتالي أنا كنت حريصة جدا أنه أيضا يجدوا في الأعياد الإسلامية أيضا نحن أيضا نحترمها ونشعر بها ونتعامل معها على أنه عيد كبير. فكنا نجتمع، أنا كنت من الناس اللي أجمع الأهالي ونشتري للأطفال هدايا، أولادي وأولاد إخواني، ونجمعهم كلهم وأعمل لهم نشاطات من الأسئلة والأجوبة وأشياء كثيرة حتى أنهم يعرفوا أنه عيد. يعني نجتمع في لوكال كبير، في يعني نستأجر مثلا. وحتى كنت من الناس اللي اقترحت أنه بلاش نحن نضيع أوقات كثير في الطبيخ في البيت، يعني ممكن نعمل أوردر من مطاعم. حتى أذكر إنه واحد من إخواني كان من المعترضين يقول لي أنت راح تخربي لنا النسوان. أنا كنت أقول له خليهم يرتاحوا يوم واحد في السنة. ليش أنت بتاكل دائما؟ كأنه قدر المرأة والأمهات والأخوات إنه يجلسوا في المطبخ طول اليوم حتى في نهار العيد يعني. أيوة، هو كله بأجره، هم ما خسرانين في أجر. بس أنا كنت قلت إنه نحن أيضا بدل ما ننشغل بهذه الأشياء خلونا نستمتع فيه والحمد لله موجود، يعني المطاعم موجودة، فنجمع كلنا وندفع للمطعم. فكان عمل مشكلة كبيرة، يقول كيف يكون عيد بدون إنجيرة وبدون سمحي، كيف أنت تعملي هذا الشيء؟ قلت له أنت كل يوم بتأكل إنجيرة، كل يوم بتأكل سمحي. فمن ضمن هذه الأشياء. فبالتالي الإنسان لازم يكون كرياتيف، يعني لازم يكون مبدع. يعني كيف نحن نستطيع نستفيد من هذا اليوم في الجو الأسري مثلا؟ الأب والأم يتفقوا من قبل، يعني يعملوا برنامج. يعني نحن حياتنا أصلا كلها مبرمجة، خاصة نحن ما نعيش في أوروبا. فبالتالي بالذات في هذه الأيام كمان لازم يعملوا برنامج من بدري، يحوشوا فلوس عشان هذه المناسبة، يفرحوا الأطفال بهدايا معتبرة مش أي كلام. يعني الرجل أيضا يدخل على زوجته بالسرور، يعمل لها مفاجأة يعني ما توقعتها بالمرة،
تقول معقول يعني هذه جات من أبو فلان. يعني هكذا يعني أشياء لازم. العيد لازم يكون عيد يعني، مع إنه في النهاية يعني ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم الوعيد. بس برضو نحن نحتاجين يكون في فترات بعض الأحيان ترفيه للنفس. يعني مع الأسف أصبح عندنا عند الإسلاميين كثير من الناس، الإسلاميين لازم يكون عندهم طفش، ما في لا في استراحة ولا في، كله حرام كله حرام. يعني لا أقول كل الناس لكن كثير من الناس يعني حتى ما يعرفوا صار ينبسطوا، كيف ينبسطوا، كيف يفرحوا، كيف يستغلوا، يعني يسألوا في كل شيء. يعني خلوها طبيعية. يعني نحن عندنا في الإسلام الأصل في الأشياء الحل، كل شيء حلال إلا ما حرمه ربنا، يعني إلا ما حرمه الإسلام وقال لنا عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فغير كده كله حلال. ليش يعني نسأل أشياء يعني ما موجودة أصلا يعني. فبالتالي بهذه الطريقة نحن أولا أطفالنا في البيوت لا يمكن يتعلموا إلا بالتقليد. يعني الطفل في أول وهلة يتعلم بالتقليد، يعني إيميتيشن، يعمل إيميتيشن. يعني نحن حتى في التربية، في علم التربية يقال الطفل لا يفعل ما تقوله، يفعل ما تفعله. يعني هذه قاعدة أساسية. فبالتالي إذا هم كيف شافونا في البيت نحن، كيف انبساطنا في هذا اليوم العيد وفي الأيام الثانية، كيف تعامل الأب والأم مع بعض، هذا كله يأثر على الأولاد. كله هم يبرمجوا عندهم يعني كمبيوتر جاهز يعني فاضي يعبي كل شيء. الأطفال يعبوا كل شيء ما يرون. في البداية هو بالرؤية، يكون بالرؤية بالتقليد. طفل ابنك يجي لك ابن سنة وانت بتصلي يجي يصلي جنبك، ايش عرفه بالصلاة؟ ما يعرف، بس هو قاعد يشوفك انت بتصلي فيصلي معك، يسمعك تقرأ قرآن يقرأ معك، يتمتم حتى وهو مش عارف يقرأ، بس كأنه بيقرأ بيعمل. فنحن يعني مهمين جدا كأبوين، كأسرة، كقرايب، ككوميونيتي، كمجتمع مسلم إريتري إثيوبي. يعني أذكر أنا لما كنا وقفني إذا أنا طولت عليك في الكلام، أتذكر إنه أولادنا لما كنا نروح في المجتمعات في المؤتمرات كان كله طفش، ما في برنامج لهم. يعني لما تترجاهم تقول تعالوا معايا امشوا، يقولوا لك إيش نعمل نمشي هناك، ما في أي شيء يعني يجذبنا نحن. فطبعا أكيد تطورت بعد كل هالسنين، أكيد في تطورات في برامج. لازم في أيام العيد أنا مثلا رأيتهم في هدول ابن رشد مثلا عندهم برنامج، شفتهم في يوتيوب عاملين في سنة ما مع أختنا سعاد درير اللي هي مسؤولة عن يوتيوبوري، بارك الله فيها وجزاها الله خير. شفتها عاملين في نشاط في يوم العيد، جابوا ألعاب وناس يعني مرفهين بروفيشنال، يعني دفعوا فلوس. أكيد الناس لما دخلت كمان دفعت فلوس، ما بعرف كيف كان النشاط، بس أنا شفته عجبني جدا. عملوا لهم رياضة ومسابقات وزي التياتر، يعني زي الدراما يشوفوا فيها، يعني في برنامج أطفال. هذه الأشياء لازم تتوفر لهم، وإلا ما نطلب منهم إنهم يتذكروا يوم العيد. نحن كيف كنا نتذكر؟ تتذكر أنت يوم كيف كان أيام العيد بالنسبة لنا؟ يعني ما زال موجود لحد الآن ونحن في هذا السن. يعني زي ما بيقولوا في العظم الظهري في من وراء، يعني زيك أنت ماسك شنطة من وراك، الذكريات هذه موجودة. أول يوم لباس العيد، أول يوم يعني العيدية اللي كانوا يعطونا أهالينا، لما كانوا يمنعونا مثلا ما نصوم، لما أشياء كثيرة يعني لها ذكريات جميلة جدا. كل ما الإنسان يتذكرها يقول أيام حلوة جميلة. فبالتالي أولادنا إيش نخلف لهم نحن من ورانا من هذه المناسبات؟ إيش اللي يستقبلوه مننا؟ هل هي أيام جميلة أم هي أيام تعدي زي أي أيام؟ فالمفروض يعني ما متأخر كمان، بكرة العيد الناس اللي ما حضروا لأولادهم يحاولوا يتداركوا يعملوا هذا الشيء. وبارك الله فيكم. ما أطول عليك، وقفني، أنا ممكن أتكلم بدون توقف. ابدا ابدا، لا ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك. طيب هذه يعني عملتي لمسه ممتازه بالنسبه للعائله، الاب والام كونهم قدوه وكونهم يعني يعطوا مثال جيد للاطفال. ايضا في شيء مهم ربما يعني نغفل ونحن كمجتمع موجود في عالم مليء بالسرعه والعجله، اللي هو سلاح الدعاء. يعني سبحان الله، على قدر ما نسمع انه مثلا الدعاء في يوم عرفه، الدعاء في يوم 27، الدعاء في مواقع استجابه الدعاء،
لكن سبحان الله هي النفوس هي ضعيفة أم إنه الواحد مش فاهم انقطع الدعاء وسلاح. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. انقطع ما اسمعك. انقطع كان. طيب أيوه. لا بأس، أعيد السؤال إن شاء الله. لا كنت أتحدث أقول يعني إنه في مجتمع متسارع زي المجتمع المغربي اللي احنا فيه أو حتى العالم كله الآن، يعني أحيانا نفتقد إلى فكرة إنه كمؤمن عندك أنت سلاح الدعاء، وأحيانا ننسى مواطن الاستجابة زي يوم عرفة، يوم 27 أو أيام الفردية في رمضان، ليالي رمضان، أيام الوتر، أيضا مثلا بعد الأذان. ما أدري قديش الناس مثلا أحيانا ما مستوعبة أهمية الدعاء مثلا في يوم عرفة أو في أيام الفضيلة مثل هذه. لو تحدثينا عن الدعاء ومعنى الدعاء لتربية أطفالنا، كيف نرى يعني الدعاء؟ انقطع كان. طيب لا بأس، نعم. السؤال إن شاء الله. الدعاء طبعا سبحان يعني الله الإسلام وضع لنا هذا الشيء. الدعاء هو مخ العبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى فكرة من عندك أنت سلاح نعم. الدعاء. أهميته يكمن سبحان الله نحن الاستجابة زي يوم عرفة، سلاح، هذا السلاح القوي اللي كثير منا يعني كثير منا لا نستعمله مع الأسف يعني، وإنه دعاء يعني حتى الذكر لما يكون في الذكر، لما يكون الدعاء طبعا من البداية حتى لما نعلم الأولاد، لما نتعلم إنه في دعاء في كل وقت، يعني من ضمنه مثلا أذكار الصباح والمساء تكون فيها ذكر وفيها دعاء يعني. وهذه الأيام التي الله سبحانه وتعالى أخبرنا فيها أنه يستجاب فيها في هذه الساعة، فنحن يجب أن نكون ملحين، لأنه الله سبحانه وتعالى إيش هو قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. يعني نحن مطلوب مننا ندعو الله سبحانه وتعالى ونطلب ونلح في أدعيتنا، ولأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع عباده يسألونه يلحون في الدعاء. يعني لا نقول مثلا دعونا ولم يستجب لنا، إنما نحن علينا الدعاء والإجابة على الله سبحانه وتعالى، وما نعرف الإجابة هل هي الله سبحانه وتعالى ودع لنا ليوم القيامة، هل هي بحفظ حياتنا وأنفسنا وأولادنا من الأشياء السيئة. لا نعلم الله سبحانه وتعالى أين وضعها، وبالتالي نحن نعيش في عصر التكنولوجيا وفي عصر الستريس. يعني لا تكاد توجد وقت يعني تختلي به بنفسك، يعني لأنه أصبحنا مشغولين بكل ما تعني من الكلمة، يعني بالسوشيال ميديا، بالواجبات وبالشغل وبالعمل وكذا. بعد الأحيان يعني لا تشعر الوقت كيف يتدارسنا وكيف يمشي سريع 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 في كل شيء طبعا. فنحن الفضل والكيس زي ما قلنا يعني من البداية إنه حيستقل هذه الساعات يعني. وبعد الأحيان ليس من كثرة الدعاء أيضا، يعني بعد الأحيان ممكن ندعو وما نبالي في هذا الدعاء وما يكون قلبنا حاضر، زي كيف الصلاة يعني ما في خشوع وكذا، نصلي لأنه واجب علينا وفرض، لكن نحتاج بعد الأحيان إلى الفضل والكيس أن ندعو ونستشعر بما نقول ونخشع ونبكي ونحزن ونطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة وأن يستجيب لنا في أدعيتنا، لأنه هكذا كانوا الصالحين. نحن طبعا لسنا من الصالحين لكن نحاول نكون أمثالهم ونتعلم مما كانوا يفعلونه، فنراهم كلهم يعني ما في أحد فيهم ما يدعو وما يبكي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده من كثر البكاء، يعني كيف عمر الشديد القوي الفاروق، يعني لما الإنسان يتكلم عن شخصيته الناس تفتكر إنه جبار وما عنده رحمة، أبدا ما كان يعني هم كان يعني جبروته كان في الحق وفي العدل وفي أحكام الله سبحانه وتعالى، لكن هو كان رحيم
قلبه رحيم يبكي بحيث انه يعني عنده في خده خطين يعني اسود نازل من كثر البكاء من كثر. وهؤلاء يعني كانوا مبشرين بالجنه، ناس بشرهم الله سبحانه وتعالى يدخلوا الجنه، فما بالك نحن بأمس الحاجه لهذه الايام، وانه ندعو ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرانا برحمته. واما اعتقد ما في انسان ما يعرف ان الدعاء مخ العباده، وان الدعاء هو يعني لما يكون بقلب يقين. وقال يعني الله سبحانه وتعالى طلب مننا يعني ما نسال الا شيء كبير، نساله الفردوس الاعلى. اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، ما نسال اي شيء، ما نسال الا رضا الله سبحانه وتعالى. وخاصه في هذا اليوم لما نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوا العلماء ان هذا الدعاء، هذا الذكر اللي هو الذكر يعني فيه يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، فيه النفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى، فيه الإقرار، فيه الشهادة، وفيه يعني الإقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى، فيه وما فيه. هذا الذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أفضل الدعاء في هذا اليوم في هذه الساعات ما قلته أنا والنبيين من قبلي، إنه هذا الدعاء اللي هو يشمل كل شيء فيه. يعني لما نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يعني أعطينا الملك وكل شيء القوة لله سبحانه وتعالى. وخاصة كلنا في هذا العالم الآن نحن نعيش في ضعف، المسلمين في ضعف يعني أكثر ضعف من أي شعوب أخرى، سواء كانوا إريتريين أو إثيوبيين أو أفارقة أو أي مسلمين في كل مكان نشعر في الضعف، لأنه الأمم تكالبت علينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتكالب عليكم الأمم. فقال يا رسول الله أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثر ولكنكم غثاء السيل. ليش؟ لأن ليش دعائنا ليش مش مستجاب أخي الكريم؟ لأنه نحن أصبحنا زي كل الناس، أصبحنا نحب الدنيا ونكره الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كغثاء السيل. يعني الناس ما تعمل لنا قيمة وما تعمل لنا مهابة ولا أي شيء. ليه؟ لأنه أصبحنا نحن نحب الدنيا ونكره الموت، ولذلك أصبحنا كغثاء السيل، يعني ما لنا أي قيمة، ما لنا أي اعتبار عند أي ناس. فبالتالي نحن حتى هذا الدعاء أيضا عشان يستجاب لنا لازم نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصلح أنفسنا قبل كل شيء، ونصلح مجتمعاتنا وأسرنا وأولادنا حتى يرفع عنا الله سبحانه وتعالى البلاء في كل مكان. البلاء براحة تامة إلا والعالم كله في راحة تامة، وإلا نحن دائما مجبورين نفكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فنحن بحاجة أن نحن نتذكر إخواننا بالصدقات، بأعمال الخير، بالمعونات، يعني حتى بالكلمة الطيبة، حتى نحن معكم أبشروا، يعني نحن سوف نساعدكم بما نستطيع، حتى لو ما نستطيع نعمل في هذه اللحظة، لكن يعني الكلمة لها أيضا وقع كبير، ليس فقط من المال. يعني نحن نجاهد بأموالنا وأنفسنا بأوقاتنا بمالنا بكل شيء، بكل ما نستطيع، لأنه هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي قال فيه جهاد في سبيل الله. ليس جهاد في سبيل الله فقط الخروج للحروب فقط، إنما الجهاد أوسع بكثير مما يتوقعه الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه نستقل هذه الساعة، هذه الأوقات، وندعي لبعض أيضا، ليس فقط لأنفسنا، لا ننسى دعاء لبعض. يعني اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للأموات المسلمين جميعا. هكذا يعني لا نفكر فقط، لأنه يعني من دعا لغيره يقال له ولك مثل ذلك. فنحن بالعكس لما ندعي للآخرين نكسب أكثر، يعني بدل ما يدعو لنفسه، يعني نفسه الصغيرة هذه، حياته الصغيرة، يعني مجتمعه الصغير، لا يعني يكون أوسع من نطاق. والله سبحانه وتعالى كريم جواد، يعني لا ينفد ما عنده مهما طلبنا، ومهما أعطانا الله سبحانه وتعالى لكل إنسان ما يحتاج فلن ينفد ما عند الله سبحانه وتعالى، لكنها هي اختبارات وامتحان، يعطي لمن يشاء ويمنع من يشاء، يهب لمن يشاء ويأخذ ممن يشاء. فهذه امتحانات وابتلاءات، لا نفكر إنه الله سبحانه وتعالى أخذ مني شيء لأنه لا يحبني، إنما الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالخير وبالشر، يعني بالأموال وبالحرمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهل للمغفرة وأهل الرحمات وأهل للعتق، إنه نعم المولى ونعم النصير. أعتقد انقطع الإرسال.
انقطع الإرسال. الله المستعان. انقطع الإرسال. ما في صوت. ما في صوت. ما أسمع. ما في صوت. ما في. أدخل من جديد. بسم. أيوة الآن رجع الصوت. الآن الحمد لله كويس. يلا استاذ معلش حصل سوء كونكشن بعدين ابو حنين تليفونه طفت في الوسط. اها اوكي عشان كذا. كيف الحال استاذه؟ وانا سعيد بارك الله فيك. الف عافيه، كل عام وانت بخير. وانت بخير بارك الله فيك. وانا سعيد معك على الهواء في هذا اليوم وهذه اللحظات المباركه. ما حنطول عليك، اكيد كنت انت في الدوام ورجعتي. ما في مشكله. في الفيس على اساس يكون عندك وقت تتفرغ للدعاء. استاذ سعاد كما كمل معك يا ابو حنين
هذه الأيام المباركة بل هذه اللحظات العظيمة. طبعا أكيد في شرق عالمنا الإسلامي قربت الشمس، وكنا في أوروبا ممكن في بعض الدول ما زلنا الشمس موجودة. كيف ممكن بأي عهد إنسان يخرج مع ربه يعمل نوع من الصفقة إن الله عز وجل الذي مد في عمره إلى اليوم بأي يعني كأنت إنسانة داعية وأستاذة ما شاء الله دعوة وفي التوجيه وفي التربوي، إيش تقول للإنسان في لحظات نحن خاصة عايشين في أوروبا الآن ما زال أمامنا حوالي ساعتين، أي عهد ممكن نتعاهد فيه مع الله عز وجل لإصلاح أنفسنا والاهتمام للمستضعفين حول العالم؟ طبعا نحن المجتمعات التي جينا منها تحتاج الرعاية والمساعدة والدعم، وهناك من يقصر ما يقوم بالواجب. بأي عهد الإنسان ممكن يخرج في هذه اللحظات أستاذ سعاد؟ أوكي، ما زلنا على الهواء يعني. اي نعم، نحن ما زلنا على الهواء والعالم يستمع الينا. حابه يشاركوا في الفيس تبعي في الصفحه تبعي بس كانه ما موجود. سبحان الله. لانه كانوا حابه يتابعوا، كانوا معنا لانه جميل. لو اذا عندك امكانيه تعمل لهم مشاركه نصبر شويه يكون خير يعني. نفس الصفحه اللي كانت موجوده من الاول هي نفسها؟ لا قطع. اي نعم، اي نعم. وطبعا المشاهدين الكرام والضيوف معنا يصبروا قليلا ان شاء الله تعالى حتى تعم الفائده وتستفيدوا من توجيهات الاستاذ سعاد في هذا اليوم المبارك، في هذه اللحظات الطيبه. نسال الله عز وجل ان يفرج فيها هم المهمومين وينفس فيها كرب المكروبين. نسال الله ان يحقق فيها كل امال الذين يرجون الخير الدنيا والاخره في هذه اللحظات وفي هذا اليوم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. طبعا كما ذكرت سبحان الله المؤمن يعني يجب ان يكون كريم ذات الجود، يعني كما امر الله سبحانه وتعالى، لانه الذين امنوا وعملوا الصالحات في كل مكان لما نقراها في القران يعني ما هي يعني سدى، يعني مش يجب ان نعلم انه الايمان لحاله ما يكفي، يعني انه الانسان يقول انا مؤمن ويؤدي ابسط الاشياء فبعد ذلك يقول انه انا خلاص اديت اللي علي، بل يجب ان يكون اهتماماته اكبر بحيث انه هو يكون مشارك كما ذكرت يعني من قبل، انه يكون اهتمامه بالاخرين اكثر من نفسه، لانه كانوا الصحابه الكرام سبحان الله يعني السيره هي التي تعلمنا الانسان كيف ممكن يكون يطلع من هذه المواسم من هذه المناسبات بطريقه يستفيد منها هو نفسه ويفيد الاخرين، الا يكون عنده خلفيه كيف كانوا الصحابه في البدايه، كيف جاء الاسلام، ويتعلم من السيره كيف كانوا يعني اهل الكرم والجود. يعني يعلمنا فقط الهجره من مكه الى المدينه كيف اثروا الانصار لما جاءوا المهاجرين اليهم، كيف تعاملوا معهم، يعني اعطوا كل ما عندهم سبحان الله. بعدهم يعني قالوا للصحابه اللي يجوا من مكه الى المدينه، قالوا لهم تعالوا شاركونا في الاموال وفي حتى انا يعني الشيء اللي انا دائما استغرب له وكثير من الناس ممكن تستغرب له فيه كمان، انه احد الصحابه قال له احد الانصار المهاجرين، قال له انا عندي 4 نساء يعني اطلق واحده فتتزوج، يعني بهذا الكرم كانوا يعني من يفعل هذا الشيء في هذا الزمن؟ لكن مع الكرم هذا الاخرين برضو كانوا عندهم عفه، قال له بارك الله لك في زوجاتك فدلني على ما كان طمعان ياخذها على طول يعني ابدا بس يعني النفسيه الطيبه كيف يعني تجد انه هم يعني لهذا الدرجه الكبيره كانوا كرماء، ولكن في نفس الوقت هم كانوا عفيفين وفعلا لا استقبلوا فلوس ولا استقبلوا ان يطلق زوجته. لكن يعني لما تفكر فيها يعني بعمق، يعني كيف ممكن يعني انسان يقول له هذا دكاني نصف، خذ نصف انت وانا اخذ النصف واشتغل فيه وانت اشتغل فيه. يعني لاي درجه من الايمان حتى وصلوا هؤلاء الناس، استطاعوا انهم يكونوا كرماء. ويعني نحن في هذا الزمن كمؤمنين يعني ممكن انسان يكون عنده راتب وعنده يكون في البنك وعنده كذا وعنده كذا، ومع ذلك يبخل على انه يساعد اخوانه المحتاجين. يعني ليس فقط انه يعطي، حتى مجرد حتى لو احد احتاج انه يساله على السلفه، حتى السلفه ما يعطي، فما بالك يعني. طبعا احنا لا نعمم
كل الناس، في كثيرين الحمد لله. نعم. يعني الخير في أمتي إلى يوم الدين، صحيح. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نحتاج زي ما بيقولوا، نحن نحتاج ثيرابي مع أنفسنا، نعمل ثيرابي مع أنفسنا. كيف؟ يعني نروض أنفسنا، إن إحنا نجبرها على إنه نخرج. حتى يعني نساء الصحابة ونساء مؤمنات صالحات كثير من الأحيان كانوا كل ما عندهم من الزينة، من الذهب ومن الأشياء يخرجوها في سبيل الله، يعني إنه ناس ثانيين يعيشوا فيها. فبالتالي نحن نتعلم من هذا الشيء، إنه لازم نخرج مما عندنا، مما أعطانا الله سبحانه وتعالى، دون أن نهلك أهلنا، أو مثلا بدون ما نضر العائلة والأولاد وكذا. ونعلم أولادنا كمان. يعني تعرفوا إنه أنا كثير من الغربيين يعني أتعجب والله، عندهم كفالة أيتام في كل مكان. تخيل، يعني بطريقة عجيبة جدا. ما في تقريبا يعني كثير منهم من السويديين مثلا، أو ربما ما بعرف عن البريطانيين، ما أقدر أقول شيء، لكن من السويديين كثير منهم عندهم كفالة أيتام في أماكن كثيرة، يدفعوا لهم كل شهر من راتبهم. وهذه يا أستاذ سعاد للعلم هؤلاء ما عندهم اعتقاد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي يقول لك أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة، وما بيفهموا الحديث هذا، ما بيعرف معناه، لكن بيتعاملوا معاملة تلقائية، لأن هناك في ناس محتاجة، في فقراء، في من يجوعوا. من جانب الإنساني عندهم قناعة الإنسان هذا ما خلق لكي يموت أو لكي يتعذب. فما بالك الذي عنده توجيهات ربانية وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، وعطاك هذا يبين لك الطريق إلى أين يوصلك. المفروض هذه الثقافة تكون عندنا في كل بيت مسلم يا أستاذ سعاد فعلا. يعني صلى الله عليه وسلم. صحيح، لأنه نحن عندنا في الإسلام هي عقيدة أصلا، ما نقص مال صدقة، يعني ما بينقص شيء، كل ما أنت تطلع كل ما يزيد، بالعكس. نحن عندنا الزكاة معناه النماء، ينمو، يعني مالك ينمو. لما تخرج من فلوسك يعني أولادك ربنا يحفظ لك، صحتك ربنا يحفظ لك، يعني وقتك ربنا يبارك لك، زوجتك ربنا يصلحها، لأنه ممكن تكون يعني عندك مشكلة معها. لما تتصدق يعني في أشياء كثيرة، ممكن كان حيكون في بلاء ومصيبة تنزل لك بهذا الصدقة. والله يعني قيمة الصدقة كبيرة جدا في الإسلام، وأعطاها قيمة جدا، وإنها يوم القيامة أيضا تدافع عنك. يعني الصدقة اللي طلعته يعني كيف، يعني بادي جارد، كيف الناس تعمل بادي جارد في هذه الحياة، تدفع فلوس عشان يكون عندهم بادي جارد، صح ولا؟ عشان ما حد يقتلهم واحد. الصدقة تبعتك هي بادي جارد يوم القيامة. والله الحديث اللي يقول لا بتجي عني لما عشان تحميك، تجي لك من الأمام وتجي من الشمال، من اليمين ومن وراك، هكذا تدافع عنك الصدقة اللي تصدقتها. يعني حتى في القرآن إيش يقول؟ يعني يا رب يرجعون لعلي أتصدق، يعني ما قال لعلي أقرأ، لعلي أصلي، لعلي أقيم قيام الليل، ما قال هذا الشيء، لعلي أتصدق. يعني الصدقة لها دور كبير جدا. وبما أنه الإنسان يعني خلق الإنسان يعني يحب المال، يعني تحبون المال حبا جما، قال رب العالمين، مش حب عادي، كمان حبا جما، يعني زيادة في الإفراط. يعني والله سبحانه وتعالى اللي جعل إنه الإنسان اللي فقط يعني يهتم بالزينة وبالنساء وبالأولاد وما ينفق في سبيل الله، حيجي يوم القيامة يندم على هذا المال اللي جمعه، يندم على هذا الفلوس اللي كان عنده ما استعمله، وحيكوى فيه في نار جهنم والعياذ بالله. خاصة أصحاب الملايين، أصحاب الفلوس اللي عندهم. يعني هو تفكر إنه في أمتنا ما في أصحاب الملايين هذول كانوا لو موجودين مع الأسف، شاركوا بالناس، كان في عندنا فقراء أبدا، ما كان حيكون فقراء. بس لو طلعوا زكاة أموالهم ما كان حيكون في فقراء. بس إحنا بما إنه ما قاعدين يطلعوا، ما شايفين إنه الزكاة واجبة عليهم. في بعض الأغنياء إيش يعملوا؟ يطلعوا لك كم فلوس، يروحوا عند الفقراء يوزعوها، حتى ممكن ياخذوا سيلفي كمان إنهم طلعوا زكاة وينشروها في الإنستغرام أو في الفيسبوك، خلاص أدل عليهم. مع إنه في الإسلام حتى من الأغنياء غير الزكاة يعني ممكن الحاكم يأخذ منهم فلوس، بما إنه إذا في ناس في حاجة لهذا المال. صحيح. فالذي يحصل في الأمة يعني شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وكل الناس راح تسأل عنه يوم القيامة، لأنه في أغنياء كثيرين ونحن من ضمن الأغنياء كمان. لأنه الغني هو يعني الفقير الذي لا يملك قوت يومه، بمعنى أكل فطور ما يأكل غدا، أكل غدا ما يأكل عشاء، هذا هو الفقير.
لكن نحن كلنا أغنياء. يعني ما نفكر إنه هذول اللي أصحاب الأموال الطائلة فقط. كل إنسان عنده الزيادة معناته غني. عندنا قوت أسبوع، قوت شهر، قوت سنة، وعندنا في الدولاب مليان، والذهب مليان، وفي البنك مليان، ومع ذلك نقول يعني والله مع الأسف أخواننا هؤلاء هنا ما عندهم، لكن ما نستطيع أن نساعد. فالإنسان يجب أن يفكر مليا في هذا الأمر، إنه ما هوش قاعد يكرم الفقراء، هو يكرم نفسه، هو قاعد يخدم نفسه، ما قاعد يخدم الفقراء، لأن الفقراء ربنا كتب لهم هذا الشيء، بينا أو بغيرنا ربنا حيسد رمقهم. لكن أنت تكسب نفسك وتكسب يوم القيامة إنه يكون عندك بادي جارد يساعدك ويحفظك من النار، ويكون لك يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه الصدقة يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو بشق تمرة. يعني التمرة اللي إيش هي كيف صغيرة، والشق تبعها ولو بيها يعني تصدق. نعلم أولادنا يكون عندهم حصالة أنهم يتصدقوا للفقراء. نعلم أولادنا أنه في ناس هم أطفال ممكن يكونوا هم مسؤولين عن أطفال آخرين في عالم آخر، ويكونوا هم أكتيف. جيب أولادك أنت قول لهم أنت هذا الموضوع أنت أمسكه، أنت تابع هذا الموضوع، خلونا هم يشتغلوا. ما شاء الله أطفال أذكياء في هذا الزمن، والله ابن 10 سنين ابن 7 سنين لو تعطي له واجبات يعملها أحسن من الكبير. صدقوني أنا أشتغل مع الأطفال، وبعرف أنا ابن أولاد أطفال 5 سنين أنا أشتغل معهم، من 1 إلى 5 6 سنين. أنا لو أقول لهم أعملوا كذا أعملوا كذا والله يعملوها. عندهم ذكاء ما شاء الله في هذا الزمن، ما في طفل يعني بليد أو ما يعرف، يعني زي زمنهم عايشين هذول الأطفال. الله يسلمك. أخلوهم يكونوا أكتيفا، يكونوا يعني يشعروا بالآخرين، يعرف إنه حتى أنت النعمة اللي هو موجود فيها كمان وهو في أوروبا يقدر يحس فيها. أنا أذكر مرة ابني يعني كنت أقول له يعني ما شاء الله عليك أنت إيش ناقصك؟ أنت عايش كذا، في ناس يعني في غرفة واحدة يعيشوا 10 أنفار. فكان يضحك علي يقول لي ماما أنت بتهزري، في ناس معقول تعيش في غرفة واحدة. هو ما عاش هذا الشيء، ما يعرف هذا الشيء. أقول له أي نعم في موجودين، أنت مش حاسس بالنعمة وكذا، لكن مع الأيام سبحان الله كبر معهم هذا الإحساس. فكان عمل دورة على أوروبا، يعني مع الشباب راحوا لفوا بلاد كثيرة في أوروبا. فجاء قال لي سبحان الله، قال لي يعني نحن النعمة اللي موجودين في السويد ما موجود في بلاد ثانية. تعرفي كذا كذا موجود في بلد كذا، وشفتي يعني أجلكم الله الحمامات قد إيش صعبة، زي زمان كيف عايشين كانوا كذا. ففعلا يعني الإنسان اللي تعود إنه يشوف من البداية هذه المأساة الناس ويشاركوا الأولاد في هذه الأشياء، ففي الكبر كمان بتكون موجودة فيها. فالحمد لله تربى معهم هذا الشيء. وذات مرة أنا حكيت كمان إنه هو حكى لي شاف عجوز كبير، يعني امرأة كبيرة في القطار، وهي يعني ماسكة مش قادرة تمشي يعني. فقال لي أنا رحت أساعدها ومسكت إيدها فأخذتها، فاستغربت قالت ليش تعمل هذا الشيء؟ قال أنا حابة أساعدك. فالناس كلها تطلع عليها، قال يعني لأنه في ناس يفكروا إنه ممكن يسرقها يأخذ منها، لأنه في ناس يعملوا كذا يعني. فأخذت عربيتها ووديتها لغاية يعني ما احتاجت لي، وقلت لها مع السلامة ومشيت. فهذه أشياء لازم تتربى في الأولاد من البداية. وإذا تربوا على هذا الشيء كمان هم بيكونوا هم معطائين، يكونوا مساعدين، يعني يشعروا بمشاكل الآخرين. فهذا هو ما نستطيع نعمله، وكل إنسان على حسب اجتهاده. ودائما نتذكر أيضا مرة أخرى الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، يعني خاصة في هذه الساعة. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أستاذ سعاد، في قولك الذي يعطي هو يعطي لنفسه، يعني هذا الله عز وجل ما عجز أن يشير في قوله جلت قدرته وما تقدموه للفقراء والمساكين والمهاجرين واللاجئين والأيتام والأرامل. لكن الله عز وجل يعلم يقينا هذا خلقه الذي أوجدهم من العدم، ولكن الله يقول وما تقدموه لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فهذا الذي يعطي كما قلت حضرتك لأجل نفسه يتقرب إلى الله عز وجل. والعطاء في مثل هذه الأيام المباركات يكون تميزه مميز. أنا سبحان الله كنت أحكي أمس واليوم أستاذ سعاد، عطائك في الدنيا ربنا يوريك أثاره كما قلت في الدنيا. أنا أعرف قصة أحد من الإخوة في أحد الدول الأوروبية يعيش بعد حوالي 11 سنة من عدم الإنجاب،
يعني بعد جلستي معه ناقشنا وكذا. سبحان الله عندما بدأ هو أخ من الأسخياء، لكن سبحان الله ما فكر يوم من الأيام إني ينفق بنية إن ربنا يرزقه. سبحان الله عندما جلسنا ناقشنا في نقطة هذه، بدأ في الموضوع هذا ما هي إلا كم شهر حملت زوجته، جابت الأولى والثانية والثالثة. وسبحان الله بعدها أستاذ سعد يتصل عندي أحد الأخوة من أوروبا تقول بعد 17 سنة من الانتظار في الإنجاب أنجبت بعدما يعني التفتوا على الفقراء وعلاج الناس ودعم المحتاجين. فبمعنى أنت عندما تعطي يعني تجد آثارها في الدنيا في حياتك الشخصية. والله عز وجل ما قال أستاذ سعاد حتى الصدقة هذه تطفي غضب الرب، يعني كان حينزل عليك المسائب بسبب عطائك فقط. فالعطاء المميز يا أستاذ سعاد نختم به عشان ما أطول عليك في هذه الأيام المباركة، يعني فضله يختلف عن أيام العادي، صح ولا لا؟ نعم طبعا. يعني كما قلت أخي سلطان بارك الله فيك وجزاك الله خير، الله سبحانه وتعالى يعني يخبرنا في كثير من الآيات عن فضل الصدقة. وحتى لما يقول لنا في سورة البقرة في بدايتها يعني سبحان الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولذلك الذين ينفقون يعني النفقة من ضمن الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى يحبها، ويعني أمرنا الله بها أيضا أن ننفق مما نحب من الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك لما يقول لك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ولذلك العمل الصالح يعني كما يقول العلماء يعني البر يعني كلمة جامعة لكل شيء، يعني يدخل فيها كل الأشياء. فبالتالي كثير من الناس يتكلمون في هذا الشيء، إنه بعد ما بدأوا يعطوا الصدقات حصلت معه، يعني مش بمعنى حتى لو الإنسان تصدق لو ما صار كان ما يتوقعه أيضا لا يقنط من رحمة الله، لأنه أكيد في حكمة من الله سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان الذي يتصدق ويعمل الأعمال الخيرة أيضا ممكن الله سبحانه وتعالى يبتليه بأشياء كبيرة جدا كمان. فما معناته إنه عشان الله سبحانه وتعالى كما هي في قصة أيوب عليه السلام، أيوب يعني نبي كريم وصبور، والله ابتلاه بكل شيء ابتلاه في ماله وفي أولاده وفي صحته وفي ما في شيء يعني ما ابتلاه فيه، حتى أن الناس كلهم بعدوا عنه، وحتى كل الناس قالوا إنه هذا أكيد ربنا يعني غاضب عليه، أو إن الجن عملت فيه كذا وإنه كذا وإنه كذا. لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعلمنا من خلال هذا الشيء إنه الإنسان الذي يصبر على مصاعب الحياة ومشاكل الحياة أيضا له أجر كبير. وبالتالي نحن لأنه للمؤمن كالبنيان يعني يشد بعضه بعضا، يعني كل واحد يشد الثاني، يعني أنت عندك وأنا ما عندي، أنت تساعدني وأنا لما يكون عندي أساعد الثاني، وهكذا. يعني إذا شفتم بعد المقاطع يجيبوها يعني مقاطع غربية هي، لكن عملوها كفيلم صغير، يعني مثلا إنسان ساعدوا فقال له للإنسان اللي ساعده يوم من الأيام لما أنت تستطيع أيضا ساعد شخص آخر. فراحت الأيام يعني كبر هذا الشخص ويتذكر هذا الشيء الإنسان اللي ساعده، فيروح مكان ثاني ويجد إنسان محتاج بنفس الظروف اللي هو مر فيها فيساعده، فيقول له هكذا. يعني هي الرسالة هكذا المفروض نحن أيضا الإسلام يطلب مننا إنه نحن كما علمونا آبائنا ونحن أيضا نعلم أولادنا، وأيضا هم الأولاد لازم يتعلموا أنهم ينفقوا. فالإنفاق وما تقدموا لأنفسكم يعني لأنفسنا إحنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا بصدقاتنا ولا بصلاتنا ولا بقراءاتنا الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لنا، نحن بحاجة لله سبحانه وتعالى. فبالتالي يجب أن نذكر هؤلاء الناس، أطفال صغار مساكين يعني يحتاجون إلى لباس العيد ويحتاجون إلى حلويات، كما أنت لما أولادك في البيت مقدم لهم كل شيء أخ سلطان، مقدم لهم كل الأشياء. فيجب أن تتذكر أنه في أطفال غير أولادك في مكان ما عندهم لا عندهم حلويات ولا عندهم لباس العيد،
يعني نحن أنت لو حتشتري لبنتك لبسين 3، اشتري لبس واحد، ابعت هذا اللبس الثاني للطفل اللي في مكان آخر. يعني ما هي صعبة، يعني ما تحتاج إلى كالكوليتر وبرامج صعبة جدا حتى نكون نحن كرماء ونساعد بما عندنا، سواء بالأضحية، سواء بأي شيء، يعني نكون كرماء. نسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه فعلا يعني حتى في الإنفاق فيه ابتلاء. في ناس سبحان الله يمتلكون كثير، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا إنه ما يستعملوا هذا المال في الخير. اي والله ما يخرج من يديهم يعني. نعم يعني نعم. والإنسان أنت متى تغير من إنسان الله سبحانه وتعالى أموال طائلة واستخدموا في سبيل الله، هذا اللي الإنسان تغار منه. مش هذا الإنسان اللي عنده وعايش في رفاهية هو وعائلته ونفسه فقط، هذول تحزن عليهم. هذا الإنسان اللي فعلا يعني يستعمل لله سبحانه وتعالى ويساعد فيه الناس، وأقسم بالله هؤلاء الناس ما أبدا إلا الله سبحانه وتعالى يزيد لهم. هذه حقيقة يعني والله. نعم مين نعم. ما كان إلا الله سبحانه وتعالى يزيد لهم في ماله وينمي له في ماله. هؤلاء الذين يمسك الله عليهم. وفي ناس كثير افتقروا، يعني أصبحوا فقراء بعد ما كانوا أغنياء، بعد ما كانوا أصحاب الملايين، يعني لأنهم ما كانوا يساعدوا فيها الناس. ونحن نرى في هذا العصر، في هذا الوقت، بسبب كورونا أو بغيره، دول قاعدة تصير فقيرة، دول ناس انهارت. قاعدة تصير نعم. فقيرة، والناس قاعدة تترك أعمالها. تخيل الإنسان اللي كان عنده 10 سنين 20 30 سنة عنده عمل دائم فاست زي ما يقولوا عندنا، والآن ممكن يخسره في أي لحظة، وما تصدق في هذه السنوات كلها من أمواله. كيف حيكون هذا الشخص؟ الآن ممكن هو يحتاج إلى مساعدة، هو راح يأخذ من مساعدة مالية من الحكومة، راح يقدم أوراق يطلب، لأنه أصبح يقولوا له مع الأسف ما عندنا مكان، المكان يعني لا يوجد عندنا راتب حتى ندفع له. هكذا في كل مكان الآن، ممكن أنا يحصل لي ويحصل لك أنت ويحصل ناس كثيرين جدا. فبالتالي نتذكر هذا اليوم، يعني ممكن يجينا مثل هذا اليوم أيضا كثير منا. فبالتالي اللي عنده زي ما قلنا ما كملنا لما قلنا يعني اغتنم 5 قبل 5 مع أخونا الكريم، حياتك قبل مماتك، صحتك قبل سقمك، قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. يعني هذا الحديث جميل جدا والله، كل إنسان لازم يتعمق فيه ويقرأ فيه. 5 قبل 5، الموت قبل الحياة، قبل الموت، يعني الصحة قبل المرض، الفراغ اللي عندك فراغ قبل ما تكون بيزي زي ما هو الآن. نحن مشغولين مش قادرين نحط راسنا. هذا زمان كان عندنا وقت فراغ كثير وما كنا نستغله. السنوات الكثيرة اللي راحت 10 ذو الحجة أو يوم عرفة ما استغليناه كما يجب. جانا هذا الوقت الآن اللي كثير متزحمين فيه. فراغ قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. يعني ما بتعرف الآن عندك فلوس وبكرة ما عندك فلوس، فاستغل هذا الوقت. يعني كثير إخواننا محتاجين في كل مكان. وشبابك أنت يا الشباب أيضا قبل هرمك، لأن الشباب يمشي بسرعة ويأتي الهرم ويأتي المرض ويأتي الشغل. فبالتالي نحن إذا استغلينا هذا الحديث والآيات الكثيرة اللي كل الناس تعرفها صراحة، المفروض نحتاج فقط إلى شوية وعي، شوية يعني العمل في الواقع. نحتاج إلى أن نعمل في الواقع، ما نبقى فقط يعني نظريات وتيوري ونتكلم، لأنه هذا يعني كله مع الأسف كما قال، لا نكون كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنسأل الله أن لا نكون منهم، نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء اللي ربنا يعني اشمئز منهم. يعني لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا. يعني لازم نكون على قد كلمتنا في كل مكان. وأنا أيضا أنادي الجمعيات مثل إيثار والأمانة وغيرهم، يعني لا نكون أيضا للناس الذين بحاجة لنا فقط نعطيهم الأكل والشرب وكذا. يعني هذا أيضا يجب أن نخرج منه. يجب أن نعلم الناس أن يكون عندهم إبداع، أن نوجد لهم أعمال، أن نوجد لهم أشياء يعني يستفادوا منها النساء والأمهات، زي يكون مثلا ماكينة خياطة يكون يخيطوا، نعمل لهم كورسات. أنا يخرجوا على الاعتمادات الذاتية. نعم أنا مستعدة من هذا المنبر أيضا، إذا كانوا أخوات في بعيد
يعني عن طريق الزوم، يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى كذا. أنا بوقتي أستطيع أيضا أن أشارك في هذا العمل. الله يجزيك الخير. لأنه لا يكون فقط يعني ينتظروا، يجب أن يكون هم أيضا صحيح يعني الفقر يعني كفر، نسأل الله السلامة، لكن لا يكفي أيضا أن يقبلوه، يجب أن يجاهدوا بما عندهم أيضا، ونساعدهم ونتعاون معهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أنا صراحة أشكر لك هذا الوقت الثمين أستاذ سعاد. المفروض لحظات ممكن كنت حتخلو بها لوحدك بين يدي ربك، لكن فضلت تشاركنا في هذه اللحظات. أسأل الله أن يسعدك في الدارين ويوفقك ويحفظك من كل سوء ويجعل دربك درب الأمان وينفع بك الإسلام والمسلمين. ودائما نعتز بدعوتك وأسلوبك السمح وبساطة الإلقاء التي تلقين. ربنا يرزقك الإخلاص والقبول والتجرد، وكل عام أنت في أسعد اللحظات. آمين. وكل عام أنت بخير وعافية. جزاك الله خير. الله يسلمك. بارك الله فيك أخ سلطان، وأنا شاكرة لكم جدا على إعطائي هذه الفرصة ولقائي بجماهيركم الطيبين. وأحب من هذا المنبر أيضا أن أقول لجميع إخواننا الإريتريين في كل العالم والإثيوبيين وإخواننا الأفارقة والمسلمين جميعا في كل العالم، وخصوصا يعني الشعب الحبشي الإثيوبي والإريتري بالخصوصية أيضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بلادنا وعن بلاد المسلمين هذا الجور والظلم وكثير من الأشياء التي لا يقبلها الإنسان. يعني يجب أن ندعو أيضا لكل الناس. وأشكركم جميعا كل المتابعين، متابعين ومتابعينكم، ولا ننسى لبعد في الدعاء. وأشكركم جدا على كل شيء، يعني على كل مناسبة دعوتموني فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون يعني كنت ضيفة خفيفة عليكم وعلى الجميع. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك يا رب جميعا. بارك الله. الله يسعدك. والله بالعكس نحن سعداء بك يا أستاذ سعاد، ونتشرف أن تكون مثلك بيننا تخاطب الناس وتتكلم. ربي يسعدك، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال الظالمين ويرفع عنا البلاء والوباء، ونراك دائما في الخير ودائما في العطاء. ربي يسعدك ويوفق السادة الفاضلة. وأشكرك نيابة عن إيثار عن فريق معي وعن كل من قدمت لهم هذه الدعوات المباركة. ربنا يسعدك في الدارين، وكل عام أنت طيب سيدتي الفاضلة. أنت طيب. بارك الله فيك. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياكم الله يحفظك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم تقبل منا جميعا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إنك نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. Medicine for the sick. Without this, they get nothing. When you stop giving, everything runs out. Ithar Relief is building up supplies now, so refugees are resilient against COVID-19 and all the other dangers. The refugees are used to being forgotten. This Dhul Hijjah, remember them.